اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وماتش جديد وخيبه امل جديده زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي من ساعه خروجنا من بطوله افريقيا الموسم السابق. عندنا كذا نقطه حابب اتكلم فيهم النهارده بعد الماتش الرائع اللي كنا اتفرجنا عليه امبارح. لكل محبين كره القدم في العالم اتمنى من كل قلبي تشفروا الدوري المصري، عشان اكيد ما حدش يدفع فلوس في العبث ده. المهم، اول نقطه عندنا النهارده هو تشكيل النادي الاهلي، التشكيل الاساسي للنادي الاهلي، واللي هو زي ما بيقولوا كده اول القصيده كفر. حضرتك نازل تلعب انبي، فرقه مش فرقه هجوميه، مش فرقه اللي تخاف منها، مش فرقه اللي تخاف من ضغطها. ايه اللي اوحالك انك تلعب بإليو ديانج ومحمد روان عطيه في يعني هو انا بلعب السيتي؟ وانا بلعب ريال مدريد؟ وانا بلعب سان داونز؟ يعني انا ايه اللي يخليني العب باتنين دستروير في ماتش قدام انبي؟ ليه؟ يعني انا دلوقتي عايز استحوذ على الكوره، عايز العب كوره، عايز استلم الكوره، ابص حواليا، اسكان الملعب، اشوف مين اللي فاضي. عايز لعيب بيتقل على الكوره، عايز لعيب بيعرف يستلم صح، عايز لعيب بيعرف يسلم صح. انا عايز اللعيبه زي امام عاشور، اقل تقدير قفشه، محمد علي بن رمضان اللي كان بيلعب. فان انا العب بمروان عطيه واليو ديانج اللي الاثنين اصلا ما يعرفوش يعملوا حاجه غير ان هم بيقطعوا الكوره فقط لا غير. انا بقطع الكوره بديها لاقرب حد جنبي، واللي جنبي بقى اللي بيتصرف. مين بقى اللي المفروض يبقى جنبه؟ محمد علي بن رمضان، امام عاشور، قفشه، ما دام ما فيش غيره حاليا، ما دام امام عاشور لسه راجع من اصابه ومش هعرف العبه، فليه ما لعبش قفشه؟ وفي الشوط الثاني لو احتجت امام عاشور ابقى انزله. ليه ما عملتش كده؟ ليه العب بمروان عطيه وإليو ديانج؟ انا قتلت نص الملعب عندي. وبالمناسبه الاثنين في ماتش امبارح الاثنين كان ادائهم سيء. حاجه مهمه تانية بقى، حاجه مهمه تانية بغض النظر عن ان انا بلعب قدام انبي باتنين دستروير، حاجه مهمه جدا الواحد عايز يعرفها. ما دام انا ما عنديش باك شمال، وما دام انا بلعب بكوكا، احمد نبيل كوكا، ليه مشيت علي معلول؟ هتقول لي راجل كبير في السن، طب مشي الناوي كبير في السن، محمد هاني لاعب ناشئ كبير في السن، تريزيجيه كبير في السن. ولسه هجري تريزيجيه، ده الحلقه كلها على تريزيجيه النهارده. بس ليه علي معلول يمشي؟ علي معلول برجل واحده احسن من اي باك شمال موجود في النادي الاهلي حاليا. اللي هم مين اصلا؟ اللي هم مين؟ انا ليه ماشي علي معلول؟ فاحنا مقضينها ترقيع، نحط كوكا شمال، في الهجوم نجيب محمد شريف مكان وسام. انا ليه جبت محمد شريف اصلا؟ انا ليه رجعت؟ ايه اللي خلاني ارجع محمد شريف؟ ما كنت خليته يروح مع الدباغي نادي الزمالك وكانوا الاثنين هيعملوا ثنائيه روعه هناك. انا ايه اللي خلاني ارجع محمد شريف؟ يعني انت متخيل يبقى عندك وسام ابو علي هيدرز، تسديدات، فاولات، ضربات جزاء، بيعمل كل حاجه حرفيا. يعني اللي مطالب منه واللي مش مطالب، اقوم ممشيه وجايب مكانه محمد شريف. هو للعلم وسام ابو علي مش المهاجم اللي مش هيجي في تاريخ النادي الاهلي تاني والمهاجم اللي مالوش مثيل، لا. وسام ابو علي من قبل ما يجي النادي الاهلي ما كانش حد يعرفه. النادي الاهلي هو اللي بيجيب اللعيبه وهو اللي بينجبهم، زي كولوبالي اللي جه لعب كام ماتش وطلعنا بيه السما وفي الاخر هرب، سابنا وهرب ومحدش برضه يعرف عنه حاجه. هي نفس الفكره مع وسام، جه ولعب موسم ونص، عمل اداء حلو، عمل اداء جميل، مش حد هيعرف عنه حاجه. هو فرقه اسمها كولومبوس كرو. ايه كولومبوس كرو دي اصلا؟ عادي صباح الفل. فمش اللعيبه هي اللي بتعمل الاهلي، النادي الاهلي هو اللي بيعمل اللعيبه. فزي ما الاهلي عرف يجيب وسام ابو علي، انت كان عندك فرصه انك تروح تجيب لعيب تاني يشغل مكان وسام ابو علي اللي انت سبته ورحت جبت مكانه محمد شريف. طيب ده بالنسبه للتشكيل الاساسي. بس قبل ما نخلص بقى موضوع التشكيل الاساسي ده، في حاجه مهمه جدا احنا محتاجين نتكلم عليها، وان هو مين اللي بياخد القرارات في النادي الاهلي؟ مين اللي بياخد قرار انا اللعيب ده هيلعب، ده اللعيب ده مش هيلعب، اللعيب ده محتاج يرتاح، اللعيب ده مستواه مش احسن حاجه، انا لازم اعمل روتيشن؟ مين اللي بياخد القرارات دي؟ المفروض كان ريبيرو مشي. طيب مين المفروض دلوقتي موجود؟ كابتن عماد النحاس. طب عماد النحاس بيعمل ايه؟ ايه اللي حصل امبارح بقى؟ انا عايز احكي لكم اللي حصل امبارح قبل الماتش، كلنا عارفينه يعني، بس حابب احكي. جه وقت الاحماءات زيزو حس بشويه انزعاجات في رجله، او المهم حصل انزعاجات في عضله رجله ايا كان. المهم ان هو حس ان في مشكله. تمام. عماد النحاس راح له،
ايه يا ابني، ايه انت مش قادر تلعب وبتاع، خلاص هنشوف مين اللي هينزل مكانك. زيزو راح قايل له لا يا كابتن انا جاهز. قال له يا ابني جاهز إيه؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ انت مش لسه حاسس بوجع؟ قال له يا كابتن انا متاكد انا عايز العب. كابتن عماد النحاس دكتور بعد اذنك بس تعالى اكشف على زيزو. كابتن الدكتور جه زيزو انت كويس؟ كابتن انا كويس وجاهز 100%. طب يا كابتن عماد ما هو بيقول لك ان هو جاهز اهو، مالك بقى؟ ما هو مش هو قال لك انه جاهز؟ انت مطالب مني اني اكشف عليه يعني اعرف هو جاهز ولا لا؟ ما هو اللعيب ذات نفسه قال لك ان هو جاهز بس. يقوم كابتن عماد النحاس باصص كده لزيزو، انت متاكد يا ابني انك جاهز؟ يا كابتن والمصحف جاهز، والله جاهز يا كابتن، جاهز يلا بس نزلني انا جاهز 100% مالكش دعوه. خلاص يا ابني تمام، ما دام انت حلفت خلاص انا مصدقك، اتفضل انزل يلا انزل بقى، عايزك تجيب جون وتشرفني ماشي، يلا اتفضل. عبث بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يعني ايه اللعيب يشعر بانزعاجات يقوم ينزل الماتش برضه عادي؟ ما هو طبعا عندك في الدقيقه 37 لا منك ريحته علشان الاصابه تخف او علشان الاصابه بمعنى اصح ما تتفاقمش، اديك نزلت والاصابه اتفاقمت وخسرت تبديل وخسرت المركز وخسرت 37 دقيقه من اللاشيء. عندنا نقطه ثانيه، محترفين النادي الاهلي. مين هم محترفين النادي الاهلي؟ في مركز قلب الدفاع عندنا اشرف داري، في خط النص عندنا اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، في خط الهجوم عندنا اشرف بن شرقي وجراديشار. كلام جميل، الخمس محترفين بتوعك انت خدتهم، تعمل بقى ايه؟ يعني احنا ليه بنجيب المحترفين من بره وليه بندفع للمحترفين بالدولار؟ علشان الكواليتي اللي هتجيلي غير الكواليتي اللي عندي في الفرقه او غير الكواليتي اللي موجوده في الدوري. فانا بجيب اللعيب ليه؟ علشان احس بفرق، علشان الاقي اللعيب ده بيقدم كره مختلفه عن اللي باقي زمايله بيعملوه. تمام. جس وات، 3 محترفين ما بيلعبوش في النادي الاهلي. ايوه دي حقيقه، 3 محترفين ما بيلعبوش، 2 على الدكه وواحد مصاب، والاثنين اللي بيلعبوا واحد منهم بدا يشوف الملعب جديد، يعني هو ما كانش بيلعب اساسا، يعني هو بقالوش 3-4 ماتشات بيلعب. ف انا بدفع فلوس بالدولار ليه؟ جايب محترفين ليه بجد ما دام انا بعدهم دكه؟ يعني اشرف داري اوكي عارفين ان هو لعيب زجاجي وبيتصاب كل شويه وخلاص كلها كام يوم وهيمشي. كلها كام شهر، لا فتره الانتقالات الجايه ان شاء الله هيمشي. عندنا مين تاني؟ اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان، اللي كده مفيش غبار ان احنا بنتكلم ان هم الاثنين لازم يلعبوا، وهم دول فعلا اللي بدأوا الماتش. تمام. فاضل 2 كمان، اشرف بن شرقي وجراديشار. احنا ليه جبنا اشرف بن شرقي؟ بجد انا عايز اعرف ليه جبنا اشرف بن شرقي؟ ما دام اجيبه قعده دك، انا جبته ليه؟ ايه اللي انا استفدته لما جبت اشرف بن شرقي؟ لعيب مهاري، لعيب بيعرف يعدي 1 على 1، لعيب بيعرف يعدي 1 على 2 ويعرف يعدي 1 على 3 بمهارته وسرعته. ما عادوا دكه ليه؟ جراديشار لعيب كلنا عارفين ان هو مش سترايكر، مش مهاجم فينيشر، مش قناص، مش هيقدر يخلص لك الفرص. جراديشار محتاج يبقى تحت الكوره، هو اللي بيستلم الكوره، هو اللي بيجري من على اجنحه. يعني ليه ما جربتش تلعب مثلا جراديشار وينج؟ مع انك لما لعبته قبل كده جراديشار وينج استفدت منه كتير، حسيت بتاثيره في الملعب. جراديشار لما بيلعب جناح يمين تحديدا، المركز اللي بتلطش عندك وبترقعه بطاهر محمد طاهر، ليه ما تعبش جراديشار هناك؟ اهو تجرب يا سيدي، بدل ما انت بتجرب طاهر كل مره وبتطلع في شنك، جرب لعب جراديشار، مش يمكن يطلع حلو قبل ما تمشيه. انت بقى اسمك اديت له فرصه. يعني خلصنا قصه المحترفين واللي اتمنى تتحل في يناير الجاي. يعني اشرف بن شرقي هيمشي، اشرف داري هيمشي، وعندنا كمان جراديشار في الغالب هيمشي. فاتمنى ان احنا نجيب 2 مكانهم عليهم القيمه، 2 اشركهم في الماتشات، 2 ابقى انا بدفع فلوس على الاقل بيحللوا الفلوس اللي هم بياخدوها، مش مجرد 2 جايبهم علشان يبقى اسمي مقفل ال5 الاجانب بتوعي. طيب خلصنا المحترفين، نروح بقى لكابتن تريزيجيه. يا كابتن تريزيجيه يا كابتن تريزيجيه لا معلش ثواني، مش هنتكلم على تريزيجيه، في حاجه بس عايزين نتكلم عليها الاول. كابتن محمد الشناوي ايه النظام؟ طب ما كنت تحترف في السعوديه، يعني كنا نشوف لك عرض سعودي يا كابتن، كنا نشوف لك عرض سعودي والله، وتطلع هتلعب هتكسب فلوس ترحمنا بجد. يعني المفروض دايما في اي فريق كبير لازم تلاقي فيه لعيب خبره، لعيب كبير في السن. اللعيب ده لازمته بيعمل ايه؟ ان هو يبقى قائد جوه الملعب، ان هو لو لقى اللعيبه مهكعه هو اللي يفوقهم، هو اللي ينشطهم،
هو اللي يزعق لهم لو بيعملوا حاجات غلط في الملعب او مش مركزين. كابتن محمد شناوي انت ايه نظامك؟ انه ايه الكره اللي انت طلعت عملتها باليه مائي دي اللي هي 100% كارت احمر، 100% كارت احمر، ما فيهاش كلام، ما فيهاش اللي هو لا اصل هو خارج على الكوره ما كانش قصده يخبط اللاعب، لا اللاعب ما كانش مستعد، كارت احمر 100% كارت احمر، ما فيهاش جدال. يعني قرار الحكم في الاول كان صح، كارت احمر، رجع للفار اداله كارت اصفر. ما هي كارت احمر يا ما فيهاش، انما اصفر لا، هي يا كارت احمر يا ما فيهاش، وهي 100% كارت احمر. فاتمنى بس اتمنى ايه ولا ايه يعني، احترف يا الشناوي، احترف بجد بجد، اطلع السعوديه، فلوسهم حلوه، اطلع السعوديه، خلص في اي نادي، خلص في يوم حلو، تبقى قاعد برضو مع حجازي واثنين كبار مع بعض وبيخلصوا مسيرتهم، فاطلع على يوم وبيدفعوا حلو. كابتن تريزيجيه بجد والله يا كابتن، يعني مش عارفين نشكر افضل ما عليك ازاي بجد والله، يعني بجد جمالك مغرقانا والله، يعني بجد مش عارف اتكلم. يعني حضرتك قطع مسيرتك الاحترافيه الكبيره وجيت مضيت معانا 5 سنين بحالهم، كتر خيرك والله. يعني سبت اوروبا والمجد اللي في اوروبا والعظمه اللي كانت بتتعمل في اوروبا وجيت مضيت معانا 5 سنين، يعني بجد 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 مش عارفين نشكر معاك ازاي. ويا باشا يعني خش ايه يا باشا، ايه العجاز ما احدفها عليه، ايه العجاز ما احدفها عليه، خش ايه بس اللي انت بتعمله، خش ايه انت مش مهمك، خش. احنا مش مقدرين النعمه اللي في ايدينا. كابتن اقلع الجزمه كده واحدفها على الجماهير، اقلع التيشيرت ارميه على الارض، احنا خدامينك يا باشا، انت قاطع مسيرتك الاحترافيه وجاي، انت عايز ايه تاني يا جدع؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا والجماهير بتتنك، اللي هو شوف ده بيلعب ازاي، شوف بقى له 9 ماتشات ولا 10 ماتشات معانا ما اول جون يجيبه وما عملش اسيست معلش حك عليا ما هم مش فاهمين يعني ايه ان الجناح المفروض اول ما يستلم الكوره يبص ويعدل عشان يديها ار2 اللي عمرها ما جت معايا. طبيعي انا عذرك يا باشا، هم في اوروبا كده. انا دايما بلاقي اي جناح في اوروبا طبعا بعد الخبره الكبيره في اوروبا، سواء في الدوري التركي او في الدوري البلجيكي او في الدوري الانجليزي، دايما اي جناح دايما بشوف بياخد الكوره، اول حاجه بتيجي في دماغه ان هو يعدل الكوره على يمينه ويقوم شايطها ار2. لو ما جاتش الكوره تجي تاني اقوم عادلها، اجيب على يميني واقوم شايطها ار2. ما جاتش، طيب الكوره هتجيلي اعدلها على يميني واقوم شايطها ار2. ما جاتش. طب لو انا ناحيه الشمال استلم الكوره اعدلها على شمالي، جس وات شايطها ار2. جس وات تاني ما جاتش، هيأس؟ لا ابسولوتلي. في كوره النهارده او في كوره في ماتش امبارح كانت عظيمه جدا بقى، كانت عظيمه جدا، لا كانت على الشمال ولا كانت على اليمين، تمام؟ كان بيجري في نص الملعب واخد الكوره ودايركت طالع بمرتده دايركت، قال لك بس دي الكوره بتاعتي، دي بقى اللي انا هجيبها جون واروح اعمل هش للجماهير. بص بقى الواد داخل بحميه بقى، انا قلت الواد هيخش يفرتك الشبكه، يجري عليه مدافع بيزنق عليه، مدافع تاني قدامه، زيزو بيجري على يمينه لوحده، زيزو فاتح مزرعه قدام على اليمين، يوم المعلم يعمل ايه؟ يعدلها على يمينه ويشوطها ار2. جس وات ضاعت. هو ليه حد يشوف لنا يا جدعان، حد يشوف لنا فاضل كام يوم على انتهاء عقد تريزيجيه مع النادي الاهلي؟ 5 سنين، يا نهار ابيض يا جدعان، مش نافعه صدقوني مش نافعه. كل شويه اقعد افكر ايه اللي بيقدمه تريزيجيه من ساعه ما جه النادي الاهلي يخليه يلعب اساسي على بن شرقي. طبعا ما قدمش المردود اللي هو بنقول يا فين بن شرقي بتاع الزمالك بقى وبتاع، ما قدمش الكلام ده، بس على الاقل لما بينزل بنلاقي اداء مختلف تماما، بتلاقي الجبهه الشمال اتنفست، بلاقي في حركه، مش باخد الكوره والدريجين هو في مدافع قدامي اهو، انا استلمت الكوره، انا هخرمك، انا هعديك،
انا عادي. بص انا هحط راسي كده في وشك كده وما اجري عشان اخرمك واعدي. طيب عديت، هعدلها على يميني وشوطها ار2 وهتضيع. طيب ما عدتش، اعمل كده واخرمك كده، ما خرمتهاش، انت خبطتها فالكره اتقطعت مثلا، فيجي يروح يلحقها مثلا اي حد من محمد علي بن رمضان ولا ايدي ديانج، فيلحقوا بقى السكند بول، يقوم مرجعينها تريزيجيه تاني، يقوم تريزيجيه يعمل ايه تاني؟ يقوم عامل كده، بس المره دي بقى ايه؟ ما يخرمش اللعيب، يقوم عادلها على يمينه ويشوطها ار2 وتضيع. في النهايه عزيزي وحبيبي ومشجع كره القدم بشكل عام بقى، احنا داخلين على موسم مش اللي هو يعني، لو انت منتظر ان النادي الاهلي في الفتره الجايه يعني على المدى القريب، عشان احنا متعودين ان على المدى البعيد بيحصل حاجات مختلفه، لكن على المدى القريب لو انت مستني حاجه جديده تحصل من اللعيبه اللي مش راضيين يسترجلوا واللي مش راضيين يلعبوا كره عدله، فصعب، ما تحطش امل كبير، تحديدا لو كابتن عماد النحاس هو اللي واقف على الخط بره. لازم لها اجنبي، خلاص هي لازم لها اجنبي، مش نافعه، لازم لها اجنبي، ولازم لها عقوبات صارمه وصارخه على كل اللاعبين. كل اللاعبين، تريزيجيه المفروض يتوقف اصلا عن لعب كره القدم. انا مش خسرانها مع تريزيجيه، انا مش خسران بجد، بجد الموضوع مش طبيعي يا جدعان، مش طبيعي يا جدعان. تمام. تريزيجيه يعني ممكن يتوقف، مش يتوقف اللي هو يعني يتجمد ماتش ماتشين ثلاثه، يقعد دكه، يستبعد بره القايمه. ما مش دافع الفلوس دي كلها علشان تعيش على بقى ان انا متاثر بضربه جزاء انتر ميامي يا اسطى احنا عايزين نلعب. انا بقالي كام ماتش؟ 8 ماتشات، 8 ماتشات كسبت ماتش واحد، 8 ماتشات كسبت. انا عمري في حياتي ما شجعت يعني في فتره تشجيع للنادي الاهلي لقيت من 8 ماتشات ولا 9 ماتشات الاهلي بيكسب ماتش واحد ويخسر ماتشين ولا يخسر 3 ماتشات والباقي تعادل. معلش انا ضربه الجزاء اللي تريزيجيه ضيعها هي اللي عامله فينا كل ده. انت عارف لو كان عادلها على يمينه وشاطها ار2 كانت هتضيع برضه. ان شاء الله يبقى في ناكل نعناع ولا ايه، ان شاء الله يبقى في تعديل وضع غير اللي احنا بنشوفه ده، ان شاء الله يبقى في عقوبات، ان شاء الله لعبه تفوق، ان شاء الله لعبه تسترجل مع عوده امام عاشور. اتمنى الموضوع يبقى مختلف، واتمنى نشوف الاهلي بشكل جديد. ولو انت عندك راي تاني ممكن تقوله في الكومنتس، هستفاد جدا طبعا بارائكم كلها، فقولوا رايكم واشوفكم الماتشات الجايه. وان شاء الله ممكن نبقى نعمل حاجه دوريات اوروبيه، بما ان الشامبيونز ليج هتلعب النهارده، بما انك هتتفرج على الحلقه بكره، فالشامبيونز ليج هتبقى ماتشات النهارده، فممكن نعمل حلقه على الشامبيونز ليج لو حابين. شكرا جدا ليكم، اشوفكم في فيديوهات جديده، سلام. هعدل على يميني وشوط ار2.